انت شكلك لسه متخرج صغير. لسه يعني متخرج خلاص بقى يا امير بقى. طب ماشي. خلاص بقى. احنا اللي كبار. احنا تقابلنا وان صح؟ يعني في بروفا. في بروفا لمسلسل اسمه ذا ستيت الدولة. كنت انا جوه قاعدين على الترابيزة، دخل عليا بقى كريم قاسم. فانا طبعا انا عارفه ككريم قاسم، انا اصلا انا كنت بيج فان وكنت اتفرجت على اوقات فراغ. وبعدين لقيته بيبص لي بيقول لي ايه اللي جابك هنا؟ بقول له انت اللي ايه اللي جابك؟ انا عايش هنا، انا عايش في لندن، انت اللي ايه اللي جابك؟ طبعا اتضايقت عشان انا كنت حاسس ان انا المصري الوحيد. وانا برضو كنت فاكر ان انا سبيشال، ان انا المصري الوحيد اللي جاي من هناك. اكتشفت ان في مصري هناك. لا، اكتشفت ان فيها احنا كلنا عرب اصلا. وبعدين اكتشفت ان بابايا كان يعرف كريم اصلا في الجيم. ايوه، لا كنا بنبعت لبعض السلامات من خلال بابا. وبعدين لما اتقابلنا بقى ده حصل المقابله، بس كان في ألفة من قبل يعني. في تحديات كتير في الفيلم ده. مبدئيا الزمن، نبقى فاهمين الناس كانوا حاسين بايه في الوقت ده، في وقت الستينات. التقاليد برضو بتختلف، الطبقات برضو بتختلف. الدنيا وسعت قوي مننا الايام دي. غير كده كممثل، انا وكريم برضو احنا كنا بنتدرب كل يوم في بيانو. بنتدرب مع دكتوره اسمها دكتوره منية عز الدين، هي اصلا برنسبل في المعهد. وكانت صبوره قوي معانا الحقيقه. ده كان ممكن كان اكبر حاجه بالنسبه لي. كان صعب انك تبين ان انت محترف في المزيكا ومحترف في البيانو. انا بالنسبه لي طبعا زي ما امير بيقول، فكره انك لازم تتعلم سكيل جديده للدور، انه الشباب بتلعب بيانو. هو الصراحه اتدرب اكتر بكتير مني الحمد لله. ما اتدربتش كل ده لانه في الاخر في الفيلم ما كانش فيه مساحه نشوف اللي انا اتدربت عليه. فاتقهرت شويه، ولكن كان ده التحدي. وانبسطت جدا ان انا اتعلمت سكيل جديده، حتى لو المشهد اللي انا المفروض بلعب فيه الشوت نفسه ما بقاش موجود. انبسطت ان بتعلم حاجه جديده للشخصيه. وحاجه تانية برضو كان تحدي لما قريت السيناريو، فكره الشخصيه كانت واضح ايه المطلوب منها وايه تاثيرها في الاحداث وعلى الشخصيه بتاعت احمد، ولكن كان لسه في حاجات كتيرة مش واضحة. وانا كان عندي اسئلة كتير وتساؤلات ليها علاقة باللي بيحرك الشخصية. بس الصراحة وجود الشغلانه دي مش سيف اصلا. الشغلانه دي مفيش امان. انت ممكن تبقى بطل 5 أفلام ورا بعض وتلاقي ان ممكن لاي سبب ورق مش موجود، السوق وقع، فانت لازم تغير من جلدك طول الوقت. بس اكتر حاجه الكوميونتي، يعني شبه الفيلم ده برضو الكوميونتي مهم. انك يبقى عندك مجموعه من الناس. يعني انا بيعجبني مثلا في كريم برضو ان هو كان في فتره ما كان برضو بيعمل ورش تمثيل ويجيب ناس من بره ومن جوه. فحتى لو الناس مش بيشتغلوا في الوقت ده، على الاقل بيذاكروا بيشتغلوا على الماسلز دي اللي موجوده. حتى لو انت متخيل ان انا هختار المشروع ده عشان هو ده الاختيار السيف، ان انا عارف ان التركيبه دي مثلا هتنجح او 1+1 يبقى 2. لا، انت شغال فعلا في شغلانه غير متوقع فيها. اللي انت متخيله سيف ممكن ما يبقاش سيف، واللي انت متخيله مش سيف اللي هو ده بعيد عني خالص، او المشروع ده او الشخصيه دي او كده، ممكن يبقى هو ده اكشلي سيف. فهو صراع طبعا عندنا كممثلين في الكارير بتاعنا. وامير بقى له 20 سنه برضو شغال، فعارف ده اللي انا بتكلم فيه، انه احنا طول الوقت في صراع. طب اروح، طب اخد ريسك، طب اعمل مش عارف ايه. واعتقد احنا اتعلمنا انه عشان نوصل للقناعه دي انه مفيش حاجه اسمها سيف. في الاخر هي مش في ايديك. انت ممكن تعمل احسن فيلم في العالم، وفي الاخر الانتاج او التوزيع ده هو اللي عنده الزرار. هو اللي عنده السويتش اللي يقدر يعلن الفيلم ده في كل قاعه، في وممكن كل حاجه براك تغير ده. ممكن بالزبط. انا كان حصل لي، كان حلمي ان اعمل فيلم بطولتي بره وبتاع، وكان المفروض هينزل في السينمات.
فجأة سواح فجأة كورونا، فجأة راح نازل على نتفلكس. كان حلمي برضو ان يبقى عندي فيلم على نتفلكس، بس ما اعرفش انها كانت هتيجي كده. بالظبط. فواحد ما يعرفش فجأة عندك فيلم نازل السينما، ما بقاش نازل السينما، حصل حاجة عالمية، ففجأة انت في دماغك فاكر ان 1+1 هيبقى كذا كذا. لا، هي ما بتمشيش كده. واحنا ما نعرفش برضو مصير الفيلم ده. احنا كنا المفروض ننزل، فجأة حصل ظروف المواعيد السينما اتغيرت فأجلنا. يعني اعتقد برضو بيبقى دايما في مفاجآت وحاجات بره ايدينا. حاجه تشرف ان احنا اصلا في الفيلم ده، لان بقالنا فتره جعانين نشوف عمل متكامل زي كان بيقول في كل العناصر، كل حاجه، مش بس انترتينمنت، بيتكلم عن حاجه، بيتكلم عن حاجه قريبه مننا. واحنا بقالنا فتره برضو مستسهلين ان الجمهور خلاص ده انتوا خدوا ده، انتوا عايزين اكشن مش هيبقى فيه سكريبت كويس، عايزين كوميدي هيبقى كله هلس، ما فيش اي هزار اللي هو اللي موجود في البيت. بس احنا على فكرة احنا احسن من كده بكتير يعني. والجمهور المصري اذكى من كده بكتير. دلوقتي على انستجرام انت ممكن تبقى عارف شكل الألبس من فوق شكله ازاي، لان حد جاب درون وصور او حد راح. فانا لو مثلا انا نفسي من شخصيا انا مش هيبقى عندي الرغبه ان ابقى كيوريوس اشوف ايه ده، هو الألبس شكله ايه، شكله ازاي من فوق او من حواليه، لان اوريدي انا شايفه اونلاين خلاص. يعني ما بقاش في الكيوريوسيتي او الفضول زي زمان، لان موجوده. لو انا عايز اشوف حاره يابان شكلها ازاي هروح على انستجرام عادي ابص. ف بقى عندنا تشويسز، فالتشويسز دي بتلخبط. عملتش غير مراسله غير وانا صغير وانا عندي 13 سنه والموضوع ما كملش، لانه بالظبط انت بتقعد شهرين لحد لما تسمع رد. بس اعتقد فيها جزء برضو رومانسي، انك تبقى فيه السسبنس، انتظار الجواب وصل ما وصلش مش عارف ايه. برضو بتتواصل مع افكار الشخص اكتر ما بتتواصل مع فيس تو فيس، ويبقى فيه بتشوف الانرجي. فاعتقد مهم ان الواحد برضو يعرف دماغ الشخص، ومهم انه يقابل الشخص فيس تو فيس او يبقى فيه فيديو كول او الحاجات دي. التكنولوجيا برضو بتساعد. فاعتقد دي ليها مميزات ودي ليها مميزات، وزي ما امير بيقول لو في كده كومبو كده ميكس ما بين الاثنين، اللي هو يبقى فيه تواصل بس يبقى فيه شويه فكره الاشتياق. يعني انا بفكر مثلا في جدودي، انا جدي وجدتي، اما جدي كان بيشتغل بيرجع من الشغل هو قعد 10 ساعات ما يشوفش جدتي، فهي لما بتساله انت عملت ايه فبيحكي لها او انت عملتي ايه. فمفيش بقى الواتساب الاكسس اللي على طول اللي انت عارف ان الشخص التاني كان بيعمل ايه، فاصلا ما بتسالوش بعض او لما بتسافروا او لما يحصل كده. فاعتقد ده برضو بيبقى هيلثي شويه، انه ايه نبقى في مسافه فيبقى في حاجه نتكلم فيها مش طول الوقت في حياه بعض. انا شخصيا يعني انا لحقت مثلا ايام الامازون وكده، وما كانش عندي موبايل لحد ما كان عندي مثلا I think 14 سنة غالبا. فقبل كده لما احنا كنا مثلا بنتقابل بنلعب كورة في الشارع، لو حد قال لك هقابلني يوم الاثنين الساعة 2 تروح ما تتأخرش، عشان ما فيش طريقة ان انت توصل له. انا الزمن بقى زمن الستينات، انا احب ان يبقى فيه لسه التوتر ده، اللي هو هل الرسالة دي هترجع لي، هل الشخص ده هيقابلني ولا لا. ما بقاش فيه توتر، ما بقاش فيه بي رايت باك، ما بقاش فيه جوت تو جو. بقى كله موجود حتى لو انت مش موجود على التليفون. ف احنا دلوقتي بنستسهل ان خلاص عادي. يعني لو انا قلت لكريم بكره هقابلك، ممكن قبلها بربع ساعه عشان انا متاكد ان هو مش هيتضايق فهعوضها. بس ممكن لو ما كانش ممكن ما نتقابلش نتكلم في التليفون. يعني نتكلم في التليفون، اقول لك على حاجه انت ما نقضيها على التليفون وخلاص. ف ممكن نقول ان يا ريت ممكن حاجه في النص ما بين ده وده، لان فعلا ده الموبايل ده لحس دماغنا. speaking of
لحظه واحده شفت؟ سخن، ما اعرفش ليه. انت سخنت